السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلوا على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. قصة النهاردة يا حبايبي من متصلة مش حابة تقول على اسمها، وانا هحترم رغبتها، مش هقول على اسمها. قصة النهاردة بتقول ان هي كانت متجوزة من 7 سنين، وجوزها الله يرحمه مات في حادثة، وسايب لها سوبر ماركت. هي بتقول مش كبير قوي، يعني كويس، لا هو كبير ولا هو صغير، متوسط. وسايب لها عربية شغالة، اللي هو العربيات اللي شغالة دلوقتي، العربيات الملاك اللي هي شغالة اوبر وكريم والحاجات دي. طبعا جوزها كان مشغل العربية، مخلي حد شغال عليها، يعني بتدخله دخل، الله يرحمه قبل ما يتوفى. وفي نفس الوقت كان موظف، وغير ما شاء الله السوبر ماركت اللي عندهم. لما كان بيبقى في الوظيفة كانت مراته هي اللي بتقف في السوبر ماركت، يعني بتخلص حاجتها في بيتها وتشوف عيالها والكلام ده. بالمناسبة هي معاها ولدين وبنت. ولما كانت بتخلص شغل البيت والكلام ده، كانت بتقول كانت بتنزل تفتح السوبر ماركت وتقف فيه، تبيع بقى بضاعة تجيلها. اللي بيجيب البضاعة ينزلها لها لحد جوزها ما يجي يشوف هيرتبها ازاي، هيعملها ازاي كده. يعني هي كانت بتفتح السوبر ماركت لحد جوزها ما بيخلص شغله الساعة 3 كده، الساعة 4، وبيروح هو بيمسك آخر النهار لحد الساعة 11 كده، 12 بالليل. هي بتقول أنا بقى في بضاعة بتيجي باخدها، فيه حد ليه حساب عندي بحاسبه، هما لهم فلوس عند حد بتاخدها برضو، اللي هو الكلام ده. يعني شايفة شؤون بيتها وشؤون جوزها والسوبر ماركت. طبعا لما جه جوزها حصلت له حادثة وتوفى، الأمور كلها اتلخبطت واتغيرت. هي لا سلفها أخو جوزها، بتقول برضو ان هو كان متجوز ومعاه بنتين، بس مراته مطلقها، ورجع ردها، ورجع طلقها، لانه حياته مش مستقرة. يعني بالنسبة للشغل وكده بتقول حياته مش مستقرة، مش بتاع شغل، يعني بتقول مش بتاع شغل. يعني لو اشتغل اسبوع يقعد جنبيه الاسبوع التاني كده. وكانت مراته هي اللي شغالة، ويعتبر برضو بتشوف شؤون عيالها وبيتها والكلام ده، لان هو مش مدخل فلوس عشان خاطر تصرف على البيت. ده مين؟ ده سلفها، اللي هو طلق مراته مرتين. ده الكلام ده، يعني بتقول هو طلق مراته مرة قبل جوزها ما يتوفى، وطلقها مرة تاني بعد جوزها ما توفى، يعني مرتين. بتقول بعد ما جوزي ربنا افتكره وتوفى في حادثة، بتقول دلوقتي بعد ما سيلف طلق مراته بقى، بمعنى أصح كده زي ما قالت، بيتنطط لها، اللي هو خلاص بقى هي بقت أرملة وهو مطلق مراته والكلام ده. بتقول دلوقتي هو قعد، بتقول أنا جوزي دلوقتي ميت ليه 3 سنين، وهو مطلق ليه سنتين. بتقول انا ما اعرفش ايه اللي حصل بعد السنتين. بتقول هو كمان بالمناسبة قاعد مع امه في البيت، يعني مع حماتها في الشقة اللي حماتها قاعدة فيها. وطبعا مرات المتوفي بشقتها لوحدها مستقلة مع نفسها وعيالها، اللي هي كانت شقة جوزها الله يرحمه. وحماتها طبعا في شقتها لوحدها. وسلفها عاش معاها بعد ما طلق مراته، لان طبعا بعد ما طلق مراته معاها بنتين. فطبعا الشقة من حق مراته عشان خاطر البنات والكلام ده، فعشان كده عايش مع والدته في شقتها. هي بتقول انا ما اعرفش بعد ما طلق بعد السنتين دول إيه اللي حصل. بتقول مع ان ما كانش فيه توافق ما بينه وما بينه، يعني كان الكلام يعني على القد، لا فيه ضحك ولا فيه كلام ولا فيه هزار ولا فيه اي حاجة. بتقول حتى لما كانت بتحصل مشكلة ما بينه وبين مراته، انا ما كنتش بدخل نفسي ما بينه وبين مراته اللي هي سلفتها يعني. بتقول انا لو فيه كلمة بقولها لسلفتي، معلش ربنا يصلح حاله، الدنيا ملطشة مع الناس كلها، اصبري بناتك الكلام ده.
طبعا لما اتطلقت في اول مره ولما اتطلقت تاني مره نفس الكلام. بتقول لكن ما فيش كلام مباشر ما بيني وبين سيلفي، ولا كلام ما بيننا احنا التلاتة، ولا بين سيلفي ولا بين سلفتي ولا انا. يعني احنا التلاتة ما فيش حوار بيدور ما بيننا احنا التلاتة يجمعنا مع بعض. يعني هي بتقول بتحب تخلي نفسها بعيد، لكن لو فيه كلمة تقدر تنصح سلفتها بيها قبل ما الطلاق وساعة الزعل والكلام ده، بتقول كنت بقول لها عشان انا محتبراها زي اختي. لان هي برضو بتشكر في سلفتها، بتقول كانت بنت حلال وكويسة وتعبانة وشقيانة عشان خاطر عيالها برضو مستحملة عيشة جوزها والكلام ده، ان بيشتغل اسبوع بيقعد اسبوعين والكلام ده. المهم خلينا في قصتنا. بتقول انا ما اعرفش بعد ما سيلفي طلق مراته انا ايه اللي حصل، احلويت مره واحده في عينه، مع ان انا ما فيش ما بينه وبينه كلام، ما فيش ما بينه وبينه هزار. ده الكلام ده بتقول لو جوزها موجود، لما كان جوزها الله يرحمه لسه عايش لسه موجود. بتقول حتى بعد ما توفى ما فيش برضو الكلام ده، يعني حتى ما بشوفهوش. ولو عايز يعدي يبص على العيال او محتاج اي حاجه من السوبر ماركت والكلام ده، بيعدي ياخد الحاجه اللي هي لازمه من السوبر ماركت. ولو سأل عيال على العيال سأل ده، لو افتكرهم اصلا ما سألش ما بيشغلنيش. بتقول ما بيشغلنيش يعني ان هو يسأل او ما بيسألش، لان هو كده اصلا ما بيهتمش بعياله عشان يهتم بعيال غيره. طب بتقول الموضوع عادي يعني بالنسبه لها، مش اللي هي بقى زعلانه وتحط في نفسها والكلام ده، لا. بس بتقول بعد ما طلق بسنتين وانا جوزي متوفي ليه 3 سنين، مرة واحدة لقيته بقى اللي هو رايح جاي كل يوم والتاني، ازيك عاملة ايه اخبارك ايه، حاجة ناقصاكي حاجة لازماكي في حاجة اقدر اعملها لك، الكلام ده. بتقول العربية بتاعت جوزها اللي هو كان مشغلها اوبر والكلام ده، بتقول هي برضو ما زالت مشغلها اوبر بعد جوزها ما توفى. قالت بدأت بعد كده سلفها اللي هو لا بتقول كان موجود عندي في المحل وشاف اللي شغال على العربية جاي بيحاسبني وبيديني فلوس. بتقول لي انا متفقة مع صاحب العربية زي ما كان جوزي موجود، اللي هو كان بيجي يحاسب جوزي بالاسبوع او كل 10 ايام، هو نفس النظام. اتفقت برضو معاه ان الحساب بتاع العربية يبقى برضو يا اما كل اسبوع يا اما كل 10 ايام، فانا خليته كل 10 ايام اللي هو يبقى 3 مرات في الشهر. قالت في مرة كان موجود عندي بياخد حاجات من السوبر ماركت، وعلى حظي لقى السواق اللي شغال على العربية جاي بيحاسبني وبيطلع لي مبلغ، هو مش مبلغ كبير ومش صغير برضه في نفس الوقت. لا اللي بعد ما السواق اداني الفلوس والكلام دوت، هو بيجي يحاسبك، هو ازاي كده يجوا منه ليكي؟ قالت له ده مكلمني في التليفون قبل ما يجي، قال لي يا ام فلان انت موجوده في المحل ولا فين؟ قالت له في المحل. قال لها طيب ماشي انا جايلك عشان اديكي الحساب. هي بتقول لي سلفها كده، اللي هو لا ازاي، لازم يبقى سلفها بقى اللي بيقول لها اللي هو لا ازاي منك ليه، ازاي يعني هو ايه مفيش رجاله، مفيش راجل يعني في العيله ولا ايه؟ يعني انت مالكيش رجاله بقى ولا ايه عشان يبقى الحساب ما بينك وبينه بقى، ويجي بقى كل اسبوع ولا كل 10 ايام اللي هو انا جايلك عشان احاسبك، لا انا جايلك في السوبر ماركت، لا طب انت لو في البيت انا نزلي لي السبت والكلام دوت والحوارات دي، لا 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 ما ينفعش، احنا ما عندناش الكلام ده. يا ايه يا عم في ايه، ما احنا الكلام ده من ايام اخوك ما كان موجود ما كان عايش، سواء السواق ده ولا حد تاني ولا غيره، يعني اي حد بيركب العربية هو النظام شغال كده. موجودين في السوبر ماركت بيجي حاسبنا، مش موجودين برضه بيتصل علينا بنحط الثبت، الراجل يحط لنا الفلوس وخلص الموضوع على كده. لا 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 لا، ايام اخويا حاجة ودلوقتي حاجة تانية، مفيش الكلام ده. يعني ايه مفيش راجل في العيلة؟ ايه مفيش ما عندكش راجل يقف جنبك؟ اللي هو ايه كده. قال سمعت الكلام وسكت ما ردتش لان مصدومه مستغربه. لما انت اخوك ميت ليه 3 سنين ما ظهرش الكلام ليه؟ ما ظهرش الكلام ده غير دلوقتي ليه؟ يعني كان فين الكلام ده من قبل كده؟ بس بتقول عدت الموضوع محطتش في دماغي، انا بقيت مستغربه. قالت غاب اسبوع والتاني وبقى يجي بقى، يعني ايه قالت بعد الحوار ده، قالت اسبوع والتاني لقيته بقى يجيني كل يوم بقى عند السوبر ماركت،
لو برضو في حاجة ياخدها مفيش حاجة، اللي هو ايه واقف لي كده. يعني يجي بالساعتين بالتلاتة عند السوبر ماركت. اه صحيح مش واقف جوه ولا واقف مضايقني في حاجة، بس هو واقف قدام المحل. يعني شايف اللي داخل شايف اللي خارج، اللي هو الكلام ده. قالت برضو ما حطتش في دماغي، اللي هو عادي واقف واقف، ما هو واحد ما وراهوش حاجة بقى. هي بتقول بقى من ساعة ما طلق مراته والكلام دوت، ما خلاص بقى فيش مسؤولية. يعني حتى عياله ما بيصرفش عليهم، حتى عياله ما بيسألش. ما فيش جنيه داخل العيال ولا الكلام ده، يعني حتى بعد سنتين. لان هي بتقولها بقت يعني على كلام برضو مع سلفتها والكلام دوت، فعارفه اللي حاصل ما بينهم وبين بعض ايه. يعني ما فيش سؤال على اولاده، ما فيش مصاريف، ما فيش الكلام ده. فواحد فاضي، يعني من حقه بقى ان هو يروح لها بقى عند السوبر ماركت. من حقه بقى ان هو يقف بالساعتين بالثلاثه واربعه في الشارع، ما هو ما وراهوش حاجه. بس بتقول بقى يجي يقف عند المحل، عند السوبر ماركت، شايف اللي داخل شايف اللي خارج. يوم ما يجي السواق يديني فلوس يعمل معاه مشكلة. اللي هو لا تتصل عليها ازاي تتصل عليها، انا هنا موجود. الراجل بيسكت ما يردش، يبص لي اللي هو السواق، وانا ساكته برضو مش قادره هرد اقول ايه. ما هو الحال ده من ساعه اخوك ما كان موجود الله يرحمه، والحال ده برضو بعد اخوك ما توفى ب3 سنين. ايه اللي جد يعني؟ ايه اللي اتغير؟ ايه اللي حصل؟ بتقول بكلم نفسي. المتصلة بتقول انا بكلم نفسي مش عارفة هو في ايه. بتقول بقى بدأ يتخانق بقى مع السواق بقى، كل السواق ما يجي بقى لا اللي هو اتصل عليا مش عارفة ايه. بدأ السواق يتصل عليه. قالت انا قلت للسواق كبرته عم عياله، وكبرته وقلت له يا فلان ابقى اتصل عليه هو. خد رقم، فعلا خد رقم تليفونه، خد رقم تليفون سيلفي. وبقى قبل وبقى قبل ما بيجي عندي بيتصل على سيلفي. خلاص بقى ما بقاش يجي عندي السواق، ما بقاش يجي عند السوبر ماركت ولا عند البيت ولا الكلام ده. بقى يجي فين؟ بقى يكلم سيلفي، وسيلفي يقول له طيب ماشي انا جاي لك. هو انت فين؟ يقول له انا في المكان في الحته الفلانيه. يقول له طب استناني على القهوه، طب استناني مش عارفه عند مين، طب استناني ما اعرفش فين. بتقول ما بقاش يجي خلاص، ما خلوش بقى يجي مثلا. حتى لما كان يجي يحاسب سيلفي ما بيجيش مثلا عند السوبر ماركت ولا الكلام ده. انا سيلفي واقف قدام السوبر ماركت ب3 4 ساعات ما وراهوش حاجه. لا بقى هو يطلع يقابل السواق بره عند قهوه، بقى يقعدوا على قهوه او ياخد منه فلوس عند قهوه، ويقول له على اي مكان ده انا جاي لك انا هاخد الفلوس منك والكلام ده. طبعا بتقول سلفها بقى ياخد الفلوس من السواق. في الاول بتقول قعد حوالي بتاع شهر كده يجيب الفلوس، السواق يديله الفلوس ويجيب الفلوس ويديها لي، يديلي الفلوس اللي السواق بيديها لي بالمظبوط. قالت بعد كده الامور اتلخبطت بقى، اللي هو ايه، خلاص بقى 10 ايام اخد و10 ايام ما اخدش، اخد مرتين في الشهر ومره ما اخدش، اخد مره في الشهر ومره ما اخدش. الكلام ده ايه؟ هو في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بتقول لي بقى تسأله ايه ده الفلوس ناقصه. يقول لها ما هو السواق جايب لي الفلوس كده، بيقول اصل العربيه كانت محتاجه ما اعرفش ايه، الشغل محتاج ما اعرفش ايه، فصلح العربيه وشاف العربيه محتاجاه وعمل وما تبقاش الا الفلوس دي. يغيب برضو يجيب لي 10 ايام، وال20 يوم التانيين لا. لما اساله يقول لي ما اصل السواق بيقول العربيه برضو ما اعرفش فيها ايه كده. بتقول قعدت على الحال ده 5 شهور، 5 شهور وانا مصدقه ومقتنعه. والسواق بتقول ما بيتصلش عليها خالص، بتقول وانا مدياله ثقه ما بيتصلش عليه، ما بكلمش السواق، واخده كلام سيلفي ثقه ان هو فعلا ان العربيه فيها احطال فيها الكلام ده. بس ايه بقى على طول بقى، يعني الكلام ده بقى يتكرر على طول. اللي هو لو خدت مرتين في الشهر المرة اللي بعدها لا هي تبقى مرة، لو خدت 3 مرات الشهر اللي بعدها لا هي مرة واحدة. الكلام ده بتقول الكلام ده بقى على طول بقى باستمرار. بتقول فضلت لما كلمت السواق قال لها لا العربية ما شاء الله عليها شغالة.
ولو فيها حاجة يعني تبقى حاجات بسيطة، عشان انا ما بخليش مثلا لو فاهم مشاكل ولا فيها حاجة عايزة تتوضب، انا ما بسيبهاش لما الحاجة تكبر فيها، انا اول باول ايدي فيها. يعني ما فيش، يعني العربية بتاخدش حاجات بمبالغ مثلا، بمبلغ. لا، العربية بتحتاجه بتبقى مثلا حاجات بسيطة، 200 جنيه، 300 جنيه، 400 جنيه، 500 جنيه، 800 جنيه. لكن مش بالألفين والتلاتة والكلام ده. ده السواق قالوا للمتصلة، قال لها أنا العربية نهار ما بتحتاج يعني بالكتير قوي ما بتعديش ال1000 جنيه، 800 جنيه، 900 جنيه، 200، 300، ليه هتبقى ساعات حاجات بسيطة. بتقولوا لما جيت واجهت سيلفي، انا كلمت السواق اللي هو بتقول وشه اصفر واتغير، كلمت السواق ليه؟ ده انا مش راجل بقى عشان تروح تكلم السواق من ورايا. قالت له يعني ايه ما اكلم السواق ليه؟ ازاي يعني؟ انت قعدت تديني الفلوس حبة مظبوطين، قعدت كده كام شهر كده، 5 شهور ولا 4 شهور بتديني الفلوس مظبوطة. بعد كده انا معرفش ايه اللي حصل. دلوقتي الفلوس انا باخد كل شهر، باخد 10 ايام، بعد ما كنت باخد كل 10 ايام باخد فلوس في ايديا، يعني مدار الشهر باخد. لا، انا دلوقتي الحال اتغير، وانا محتاجة مصاريف، ورايا عيال، ورايا طلبات. فانا عايز اعرف العربية فيها ايه اللي في العربية يخليني كل شهر اصرف عليها 2003 و4. انا عايز اعرف. قال لها ليه وانا مش راجل؟ ما تسأليني وانا اقول لك. قالت له طب ما انا سألت السواق والسواق ما قاليش حاجة. انا سألت السواق والسواق قال لي ده كلها حاجات بسيطة، 200، 300، 400 جنيه، يعني نهار ما الموضوع بيتكلف قوي. قال لي ما بتعداش ال1000 جنيه، اللي هي 800 جنيه، 900. قال لي ما بتاخدش ال1000 جنيه، لان هو على طول ما ايده فيها، مش مخلي حاجة تحصل فيها. اللي هو بيحس بأي حاجة بيجري عليها وبيعملها. قال لها لا، ده كداب، ده بيضحك عليك، ده مش عارفه ايه، وانت بتصدقها وتكدبيني انا. قالت حصلت مشكله وعدينا الدنيا. وجه قال لحماتي وحماتي ان انا ازاي اصدق السواق وازاي اكدب ابنها اللي هو سيلفي، والحوار ده دخلنا في حوار تاني اللي هو ايه بقى؟ لا، انت ما ينفعيش تقعدي كده من غير جواز، وان هو عايز يتجوزني. عايز تتجوزني؟ اللي هو ازاي يعني؟ طب انا ست، أنا مش هتجوز انا. لا، اللي هو اتقدم لي اللي انا جالي عند السوبر ماركت وانا عايزك في موضوع طب اتكلم. لا مش هينفع نتكلم هنا، مش عارفه ايه، انا هبقى اجي البيت عشان اشوف العيال وحشتني الكلام ده. قلت له تنور، تعالى بيت اخوك وبيتك. بتقول لي لقيته جاي لي، هو جايب معاه حاجات حلوه للعيال اللي هي شوكولاته، علبه جاتوه، مش عارفه ايه، عريس بقى وجاي يتقدم. وراح مكلمني في موضوع الجواز. قلت له انا مش هتجوز، انا مش هتجوز. قال لها ازاي بقى؟ انا عيال اخويا، ده عيال اخويا ولازم اربيهم ولازم مش عارفه ايه، وعيال اخويا مش عارفه ايه. هي بالمناسبه بتقول اكبر عيل عندها عنده 11 سنه، يعني عيالها لسه اطفال صغيره. اكبر عيل عندها عنده 11 سنه. بتقول اللي هو ازاي يعني؟ يعني ازاي اقعد من غير جواز؟ لا، اللي هو لازم يبقى معايا راجل. بس بتقول قلت له انا مش هتجوز، انا رافضه الجواز، انا لو هتجوز انا كنت اتجوزت، انا مش عارفه ايه اللي هو الكلام ده. اخوك متوفي ليه 3 سنين، انا ما فكرتش في الجواز. يعني حد تقدم لك؟ قالت له حد مش حد، ده حاجه ما تخصكش. انا رافضه الجواز منك او من غيرك. اللي هو لا، بتقول اللي هو لا، انا لازم انا اللي اربي عيال اخويا، انا اللي اشيل مسؤوليتهم، انا محدش يربي عيال اخويا غيري، انا لازم أنا افتح بيته، انا اللي لازم أنا ابقى عارف عيال اخويا عايزين ايه، انا محدش يصرف على عيال اخويا غيري، مش عارفه ايه. قالت له عيال اخوك مين اللي هيصرف؟ حد هيصرف عليهم غيرك انت ولا حد تاني ولا ايه؟ بتقول لها ما بقتش فاهمه، ما بقتش عارفه ابوه ليه اصلا. مع عيال اخوك ابوهم سابهم مستورين، عندنا سوبر ماركت بيدخل لنا فلوس، عندنا العربية، يعني انا مش محتاجة حاجة لا منك ولا من غيرك. هي بتقول انا قلت له كده، ايه اللي مش عايز حد يصرف على عيلة اخوك غيرك والكلام ده. انا مش محتاجة حاجة من حد لا منك ولا من غيرك.
انا جوزي سايبني مستوره، مش محتاجه اي حاجه، عندي سوبر ماركت، عندي عربيه بتدخل لي دخل. الكلام ده اللي هو لا، برضه مصمم اللي هو لا، ما ينفعش تقعدي من غير جواز. بتقول راح سلط حماتها عليها اللي هي امه، برضه حماتها كلمتها ويا بنتي ما ينفعش، وينفعش تقعدي تكملي بقية حياتك من غير جواز، انت لسه صغيرة، انت لسه ما شبعتيش من الدنيا، انت لسه مش عارفة ايه، عيالك محتاجين رعاية، عيالك محتاجين، عيالك محتاجين، عيالك محتاجين، عيالك محتاجين. هي دلوقتي بتقول انا مش عارفة اعمل ايه، زن 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 من حماتي. بتقول دلوقتي سلط حماتي عليا على طول، منكده عليا، يا اما اتجوز ابنها يا اما لا، انا ما ينفعش قعدتك من غير جواز، يبقى انت كده شايفه لك شوفه تانية، انا ابني مش عاجبك وانت عايزه لك حد تاني. اللي هو بمعنى اصح قالتها لي، قالت لي يبقى انت كده شايفه لك شوفه تانية، او انت عمرك ما هتقعدي من غير جواز، يبقى انت في حد تاني في دماغك، بس انت اللي مستنيه شويه، انت مش عايزه تعملي حاجه دلوقتي. حماتها اللي بتقول لها كده، انت في حد في دماغك بس انت اللي مش عايزه تعملي حاجه دلوقتي، واحنا مش هنخلي حد غريب يربي عيالنا، واحنا مفيش حد يربي عيالنا الا احنا، واحنا عيالنا لينا، واحنا عيالنا مش عارفه ايه. بتقول لي ايه حماتي، بتقول لي كلام انا ما توقعتش ان هي تقوله لي اصلا، انا ما توقعتش ان هي تقول لي الكلام ده. وهي تمشي وابنها يجي، ابنها يمشي هي تيجي، بقيت كل يوم في الموال ده. بتقول حتى السوبر ماركت بتقفله بالايام وبالاسابيع، لان ماليش نفس ان انا لا اقف ولا ابيع، مفيش دماغ. بتقول مفيش دماغ، انا حياتي بقت نكد من حماتي ومن سيلفي اللي هو زن زن عايز يتجوزني باي طريقه، انا مش عارفه ايه اللي حصل. يعني انا حليت في عينيك كده مره واحده؟ ما احنا كنا بنصبح على بعض بالعافيه، اللي هو صباح الخير صباح الخير، ايام ما جوزي كان موجود وبعد جوزي ما توفى، اللي هو مفيش حوار ما بينه وما بينه. انا مش عارفه اعمل ايه، هي بتقول انا مش عارفه اعمل ايه. انا دلوقتي هقول لحضرتك على اللي حصل من حماتك ومن سلفك. دلوقتي سلفك لما طلق مراته، انت بتقولي لما كان متجوز بيشتغل اسبوع واسبوع لا، بيشتغل اسبوع واتنين لا، وطلق مراته مرة ورجعها وطلقها تاني، وكان في خلافات علشان خاطر المصاريف وانه ما بيشتغلش والكلام ده. وبتقول الست كانت مستحملة وفضلت لما زهقت واتطلقت منه. انت دلوقتي بتقولي ما بيسألش على عياله ولا بيصرف عليهم. دلوقتي حضرتك بتقولي ان هو ما بيسألش في عياله ولا بيصرف عليهم ولا يعرف عنهم اي حاجة، وامهم هي اللي متكفلة بكل حاجة، الست شغالة متكفلة بعيالها. انت دلوقتي حضرتك بتقولي الكلام طبعا للمدام اللي اتصلت عليا، وبتقولي ان هو كان بيروح لها عنده السوبر ماركت وبيقعد عندها بالثلاث اربع ساعات. بتقول مش جوه السوبر ماركت ولا قدام ولا مضايقها في حاجه، بس بتقول واقف قدامي في الشارع وشايف اللي داخل وشايف اللي طالع. حضرتك دلوقتي هو شايف الزبائن اللي داخلك والزبائن اللي طالعه، شايف ما شاء الله المكان شغال، السوبر ماركت شغال، شايف فلوس داخله عندك. حضرتك عندك عربيه شغالاها اوبر بتدخلك برضو دخل كويس مش بطال. بتقولي من ساعة ما جوزك كان موجود العربية شغالة، ولو راح سواق وجه سواق نفس الحوار، اللي بتحاسب كل أسبوع كل 10 أيام، بس المهم إن في فلوس داخلة. حضرتك بتقولي إن السواق بيحاسبك، هو كان موجود شاف السواق بيحاسبك وبيديلك فلوس مرة واتنين وتلاتة، حب يعمل نمرة عليكي اللي هو لأ العيلة فيها رجالة بقى، جوزك مات بس احنا هنا احنا رجالة، احنا رجالة قوي، عندناش حريم تحاسب السواقين والكلام ده. الأستاذ اللي رامي عياله ما بيسألش عليهم، وكان قاعد في البيت أسبوع شغال واتنين لأ، وطلق مراته بدل المرة 2، وعنده بنات وما بيسألش عليها لأ، فجأة مرة واحدة اكتشف ان هو بقى راجل وما عندهوش حريم بتظهر على الرجالة، ما عندهوش حريم بتظهر على
الرجالة اللي مشغلة عربياتها وبتجيب لها فلوس تصرف على عيالها اللي ابوهم متوفى والكلام ده، لا فجأة واحدة اكتشف ان هو بقى راجل وده محامي، اللي هو لا انا مرات اخويا ما تظهرش على راجل، انا هنا الراجل، انا هنا اللي حاسب وانا هنا اللي شوف طلباتك. هنا اللي هقوله لحضرتك ان سلفك عينه زاغت على الفلوس. هو عينه ما زاغتش عليكي، انت بتقولي ما كانش فيه كلام ما بينك وبينه، الكلام محدود، حتى ايام ما كانت مراته موجوده كلام ما بينكم وبين بعض محدود. يعني انت بتقولي كنت بكلم مراته بكلم سلفتي بنصحها معلش بناتك استحملي، اليوم كده ويوم كده، الدنيا ملطشه مع الناس كلها، وكنت بتصبريها على حالها، على البلاء اللي هي فيه، يعني كتر خيرك. يعني انت حتى بتقولي ما كانش في حوار بيشركوا انتوا التلاتة مع بعض، اللي هو مثلا تصالحوهم على بعض والكلام ده، بتقولي كان كلامك معاها هي، كلامك معاه هو محدود، حتى ايام جوزك ما كان موجود الله يرحمه. طبعا هو دلوقتي انت بتقولي ان هو بيجيلك عند السوبر ماركت بيقعد بالثلاث اربع ساعات في الشارع، شايف اللي داخل وشايف اللي طالع، بقى شايف السواق كل اسبوع ولا كل 10 ايام بيجيب لك فلوس زي ما حضرتك بتقولي. الفلوس زغللت عينه، ما هو واحد قاعد في الشارع ما بيشتغلش وقاعد عند امه وامه اللي بتصرف عليه ورامي عياله ما بيسألش فيهم، يبقى ايه؟ لا فلوس جايه بالسهل بقى. يعني الايك بقى ما شاء الله سوبر ماركت شغال، عربيه بتدخلك فلوس، الله، طب ده فيه يغم حلو اهو، يعني ما شاء الله ده انت فلوس داخلك من كل مكان، يبقى ليه ما يشارككش في الفلوس دي؟ وهيشاركك فيها ازاي بقى؟ ما هو ما فيش حل بقى تاني قدامه غير الجواز. ما هو حلها ايه؟ هو قعد فكر مع نفسه، شاف فلوس ما شاء الله داخله من هنا وفلوس داخله من هنا والكلام ده، فالفلوس زغللت عينه، قعد بقى فكر طب يعمل ايه، يعمل ايه عشان يوصل للكنز ده؟ طبعا ما فيش حد قدامه غيرك انتي الحاجة الوحيدة اللي توصله للكنز ده. ده اللي وهو لسه على البر قبل ما يفتحك وقبل ما يكلمك في اي حاجة عمل فيها السبع رجالة وقال لك لا، ازاي اتصل عليك، ايه ما معكش راجل، العيله ما فيهاش رجاله؟ وبعد السواق ما كان بيتصل عليك ويقول لك انا جاي لك السوبر ماركت عشان احاسبك، او لو في البيت نزلي السبت احط لك الفلوس، لا مره واحده النخوه خدته والرجوله بقى خدته، اللي هو لا احاسب، انا هنا الراجل، انا هنا اللي اشوف لك طلباتك واشوف لك حقوقك واشوف لك اللي رايح واللي جاي والكلام ده. بدأ يديكي مرة واتنين وتلاتة واربعة، وبعد كده بانت النوايا بتاعته، النوايا السيئة، ان هو حتى من قبل ما يفتحك في الجواز يعني طمع في الفلوس اللي هو بيديهالك، بقى 10 ايام يديكي و20 لأ، بقى 20 يوم يديلك و10 لأ، ولما تكلميه يقولك اصل العربية فيها وفيها وفيها. طمع، الفلوس زغللت عينيه، استكتر رزق عيالك عليكي، استكتر رزق عيالك عليكي وعلى عيالك. ما هو بني ادم طماع، وواحد امه بتصرف عليه من الاخر، يعني واحد ما بيشتغلش، ما كانش بيشتغل ومعاه عياله، يعني ايام عياله ما كانوا موجودين معاه مراته وبناته وبنتين ما كانش شايل همهم، بيشتغلوا اسبوع بيقعد 2، ومراته اللي بتصرف بتاكل عياله وبتاكله، يعني ده واحد متكل على ان في حد بياكله اصلا، فهيعمل ايه؟ لازم يعمل معاك كده، اللي هو بقى لا حدش ربي عيال النحله، احنا اللي نربي عيالنا محدش ربها الا احنا، محدش تاني يربي عيالنا. طب وانا قلت لك ان انا عايزه اتجوز يا عم؟ ما لما ابقى اقول لك انا عايزه اتجوز ابقى اتكلم، مع ان مش من حقك اصلا، مع ان حتى لو حضرتك عايزه تتجوزي هو مش من حقه ان هو يحترض ولا يتكلم ولا الكلام ده. يعني انا مش عارفه في ايه، اخوك مات، طمحت في مال اخوك، انا مش هقول ان انت طمحت في مرات اخوك، لانك انت ما طمحتش في مرات اخوك وعينك ما زاغتش على مرات اخوك، انت عينك زاغت على فلوس اخوك، عينك زاغت على فلوس اخوك،
اللي سايبها للتلات يتامى، اللي بدل بجد ما تبقى راجل بجد، مش راجل كده وخلاص، اللي هو بالبق تقف تقول لها ايه ومفيش رجاله. لا، انت المفروض تبقى راجل بجد زي الرجاله اللي بجد. وفعلا لو تقدر تساعد مرات اخوك تساعدها، اللي هو تشوف شؤونها وتشوف طلباتها، ده انت يبقى كتر خيرك 1000 مرة، يبقى كتر خيرك وتحطك على دماغها من فوق. لكن انت للأسف مش هو ده اللي في دماغك، انت اللي في دماغك توصل لليخمة اللي اخوك سايبها، اللي هو السوبر ماركت وعربية، سوبر ماركت وعربية بس. الله اكبر ما شاء الله، مدخلين رزق مدخلين خير، وانت واحد ما بتشتغلش واخد على اللي بيصرف عليك. فالايد برضو اللي هيصرف عليك، لقيت سوبر ماركت هيجيب لك مصاريف، لقيت عربية هتطلع لك مصاريف، ما انت واخد على الراحة فبتدور على السهل. فما لقيتش قدامك الا مرات اخوك تقول لها انا اللي رب عيال اخويا وانت لازم تتجوزي وما ينفعش تتجوزي حد تاني وما اعرفش ايه. انا عايزه اقولك كلامي للست صاحبه المشكله، عايزه اقولك ما توافقيش، اوعي توافقي، وقفوا قدامه قدام حماتك، مفيش حد هيجبرك على حاجه انت مش عايزاها. ولو ليه كبير دوروا له على كبير واشتكيه، ليه اب ليه عم ليه خال، دوري له على حد كبير وما يتعرض لكيش. انت كده كده ما شاء الله ب100 راجل من ايام جوزك ما كان موجود، بتقول انا بقى في السوبر ماركت وباخد بضاعه بنزل بضاعه وباخد فلوس بدي فلوس، يعني الله اكبر عليكي، ما انتش محتاجه حاجه لا منه ولا من غيره. لكن انا بقولك اوعي توافقي، ده مش بيتجوزك علشانك انت، ده بيتجوزك عشان خاطر اللي عندك، عشان خاطر رزق عيالك، مش عشانك. وانت عارفه كده كويس، وانت اللي قلت كده برضو ان هو ايه اللي حصل، احنا ما كانش فيه حاجه لا كلام لا حلو ولا وحش بينا وبين بعض، اللي اتغير الدنيا مره واحده. اللي غير الدنيا ان شاف فلوس داخلالك، شاف خير داخلك، خير جوزك خير عيالك، طمح فيه، طمح في مال اليتامى، طمح في مال اليتامى. اوعي تضعفي وخليكي قويه، وما تخليش حاجه تهزك وتغلطي الغلطه دي، لان دي هتبقى غلطه عمرك اللي هتعيش عمرك كله لحد ما تقابلي وجه كريم ندمانه عليها. مش هقدر اقول لك حاجه تانية اكتر من كده، بس هقول لسلفك اتقي الله، اتقي الله في مرات اخوك وعيال اخوك، اتقي الله، اتقي الله فيهم، اتقي الله في عيال اخوك اليتامى. ومش لاقي كلام تاني اقولهولك اكتر من كده، بس مش عايزاك تضعفي عشان خاطر ولادك. وصلي على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. ويا ريت ما تنسونوش بالاشتراك بالكومنتات الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.